قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستمعوا إلى هذه القصة. كان هناك رجل صالح احترق دكانه بالكامل، وبعد أن أخمد الحريق تجمع الناس حوله ليواسوه في هذه المصيبة الكبيرة التي حلت به، لكنهم تعجبوا بشدة، إذ كان الرجل الصالح مبتسما وكأن شيئا لم يحدث. فسألوه بدهشة: ما بالك أيها الرجل؟ نراك مبتسما رغم البلاء الذي نزل بك، أفقدت عقلك من شدة الصدمة؟ فأجابهم بهدوء ويقين: ولماذا أحزن؟ أنا على يقين تام بأن الله سيعوضني خيرا مما فقدت، ما دمت راضيا بقضائه وقدره، وقد وكلت أمري كله إلى الله. وبعد مرور أسبوعين فقط تفاجأ أهل السوق بوجود دكان جديد وكبير. اقترب الناس ليروا صاحب هذا المتجر الضخم، فوجدوا الرجل الصالح يصلي بداخله شكرا لله، فتعجبوا وقالوا له: كيف حدث هذا؟ لم يمر سوى أسبوعين على خسارتك لدكانك السابق، فمن أين لك كل هذا المال؟ ابتسم الرجل الصالح وقال: ألم أقل لكم إنني على يقين بأن الله سيعوضني؟ والله لقد أدهشني ربي بعطائه. ثم بدأ يحكي لهم ما حدث، فقال: